واخيرا الفتح غتلعب اول ماتش ديالها انطلاقا من الدوره 6، ماتش كونتر الشباب قصب التادله اللي خاسرين 3 الماتشات متابعين. صراحه توحشنا الكفرات ديال ناهيري كريستيانو المغرب. اللي كيميز هاد الدوره هو كلاسيكو الشمال بين الحسيمه والمغرب التطواني، وكلاسيكو الجيش الملكي كونتر الوداد. كنا كنتسناو يتلعب الماتش بمركب الامير مولاي عبد الله في الرباط، ولكن ارضيه الملعب مازال كتصلح. جاب الله كاين التيران ديال الفتح فين يلعبوا، ماشي بحال الرجاء اللي مستقبله اسفي في اكادير وباقي كيتسناو ستاد دونور اللي على ما كيقولوا غيكون موجود في جونفي 2017. في الحسيمه وبالضبط في ملعب ميمون العرسي، فريق شباب الريف الحسيمي صاحب المركز التاسع كيستقبل صاحب المركز الرابع المغرب التطواني. هذا الماتش اللي عرف حضور جماهيري لا باس به من بعد المقاطعه اللي داروا جميع الالترات المغربيه في 4 الماتشات الاولين. هذا موضوع غادي نهضروا فيه في روبريك انفو، فقره اللي كتكون في اخر الحلقه. نرجعوا للمقابله اللي بدات متكافئه ما بين الطرفين. اول محاوله كانت لشباب الريف الحسيمي في الدقيقه 2، لكن لقاو الدفاع ديال تطوان كونسونطري من الاول. الدقيقة 8 جاوباتهم تطوان بجملة تكتيكية مزيانة ومخدومة، وتمكن ياسين الكحل من افتتاح التسجيل. بقات تطوان هي اللي محتكرة الكرة مع بعض تسديدات لاعبين الحسيمة اللي ما شكلوش بهم خطورة على تطوان. سالاش بريمير ميتون تطوان رابحة بواحد، الفوز كان مستحق نتيجة وأداء. في الدوزيام ميتون ماتش اخر دخلت تطوان بثقه كبيره في 10 دقائق الاولى، والمدرب لوبيرا دار اول تغيير في الدقيقه 63، خرج مسجل الهدف الاول ياسين الكحل وعوضوا بنصير الميموني. وفي الدقيقه 67 كان زكريا الهلالي راي اخر وتمكن من تعديل النتيجه من اول محاوله للفريق الحسيمي في الشوط الثاني. في 72 خطأ في التغطية للاعب أبرهون كيسجل ضد مرماه من بعد ضغط لاعبين الحسيمة. طاح الريتم ديال الماتش من بعد ما كانت تطوان هي اللي مسيطرة، لكن الحسيمة عرفات كيفاش تربح الماتش ديالها بأقل مجهود، وسال كلاسيكو الشمال فوز شباب الريف الحسيمي اللي كيضيف به أول 3 نقاط داخل الميدان هذا الموسم على المغرب التطواني اللي كيتجمد الرصيد ديالو في 8 نقاط. الفريق اللي كيستقبل الفتح هو شباب قصب التادله اللي ما رابح حتى ماتش بقياده الادريسي المهدد بالاقاله. بدا الماتش مع 3 بكره ديال اجدو اللي كيتوغل وكتخرج كره الكورنير. في الدقيقه 30 لاعب الفتح يوسفا كيزقل فرصه خطيره للتسجيل، كيجاوبوا عليها لاعب قصب التادله سعد الغرباوي في الدقيقه 31 بكره راسو راس بوطو، باش يرجع نفس اللاعب ويسجل في الدقيقه 35 بسونطراج زوين ديال اللاعب بن حمص. 1-0 باش سالت الميطه الاولى بتفوق قصب التادله. الميطه الثانيه الفتح حاولوا يديروا بريسيون على تادله. في الدقيقه 54 القناوي كيدير سونطراج زوين لتيبركانين اللي ما كيوصلش للكره. اللاعب مانداو كيجرب التسديد من البعيد في الدقيقه 64، انما الحارس سخرا من بلاصي مزيان. كونتر اتاك منظمه في الدقيقه 71 ديال قصب التادله غياخذ فيها اللاعب يوسف انجي ورقه حمراء من بعد ما طيح اللاعب فيصل حدا وقريب من كاري 18 متر. الفتح لاعبين ب10 اللعابه من الدقيقه 71 اللي غيخلي وليد الركراكي يدخل مهدي خالص بلاصه القناوي. اللاعب الغرباوي كان في نهارو حيت خلق بزاف ديال لي زوكازيون، منها اللي كانت تجيب الهدف الثاني في الدقيقه 83، ولكن الحواصله كيتالق. كيسالي الماتش باول انتصار ديال قصب التادله على حساب الفتح الرباطي ب1-0، يعني اول هزيمه للفتح حامل درع البطوله الموسم الماضي اللي خصو يراجع اوراقه. في الكلاسيكو الثاني ديال هذه الجوله عرف هزيمه قاسيه للجيش الملكي من عند ضيف ثقيل اللي هو الوداد البيضاوي ب5 ديال الاهداف ل0. هذه المباراه اللي تلعبات في ملعب الفتح بالرباط، والشيء اللي ولينا كنشوفوا جديد في بطوله هذا الموسم هو التعاون ما بين الفرق الوطنيه والجمهور ديالها. فمن بعد الماتش ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي واولمبيك اسفي والمبادره اللي قاموا بها اتجاه الطفله رانيا، كيجي الدور هذه المره على فريقي الجيش والوداد اللي كيعاونوا بدورهم الطفل ايوب بودينار اللي عنده عمليه جراحيه على مستوى الرجل واللي كنتمناو ليه الشفاء العاجل. الشوط الاول من هذه المقابله عرف سيطره كبيره للوداد البيضاوي اللي تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق اشرف بن شرقي في الدقيقه 31، وهذا اول هدف بن شرقي بالتوني ديال الوداد هذا العام. 10 دقائق من بعد البيت الاول كتجي ركنيه للوداد وكيتمكن يوسف رابح من اضافه الهدف الثاني، وكتسالي الجوله الاولى من المباراه بتقدم الفريق الضيف ب2-0. في الجوله الثانيه دخلات الجيش كتقلب على تقليص الفارق رغم قوه الخصم،
مدرب الجيش في الدقيقه 67 كيدخل البزغودي بلاصه انور، لكن وقع العكس وضافت الوداد الهدف الثالث عن طريق السعيدي من ركنيه زوينه. وهنا كتبان اللمسه ديال مدرب الوداد الجديد اللي كيوقع من مورا الماتش على عقد رسمي باش يدرب الوداد ل3 سنوات مقبله. الدقيقه 85 كانت لقطه ما فيهاش الروح الرياضيه. المدافع الايسر ديال الجيش الملكي محمد شيخي وسط الكاري 18 كيضرب لاعب الوداد بلا كره، وكيعلن الحكم عن ضربه جزاء للوداد كينفتها بنجاح اللاعب الليبيري ويليام جيبور، وكيوصل للهدف الثالث ديالو في بطوله هذا الموسم. اما الهدف الخامس اللي ماركا فابريس اونداما للوداد فكيوصل به ل4 الاهداف في بطوله هذا الموسم، وكيسالي الماتش بفوز الرابع على التوالي للوداد محتل الصداره مؤقتا مع 2 ماتشات ناقصين، والجيش كيبقى ب7 نقاط في الرتبه السابعه. البطوله هاد العام ناقصها اللاعب رقم 12 الجمهور، او نقدروا نقولوا فيه امل الجمهور اللي هي لي زولترا، حيت كيف كيعرف الجميع تم منع هاد الظاهره من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم من عموم باش يباشيو، وناضوا لي زولترا وقاطعوا 4 الماتشات الاولين وباغيين يحضروا غير في مباريتين ويكملوا المقاطعه. نهار الخميس 20 اكتوبر 2016 لعبت الوداد ماتش مؤجل عند الدوره 2 ضد شباب اطلس خنيفره. هاد المقابله اللي عرفت تفوز الوداد ب3-1. الاهداف اللي تسجلوا عن طريق كل من صلاح الدين سعيدي في الدقيقه 16 من بعد التعادل اللي كيجي في الدقيقه 41 عن طريق ابو بكر تشونغارا. في الدقيقه 47 عبد العظيم خضروف كيضيف الهدف الثاني للوداد، وكيختتم ويليام جيبور بالبيت الثالث في الدقيقه 55. وفي هاد السيمانه جرات قرعه كاس افريقيا للامم في العاصمه الغابونيه ليبروفيل، واللي عرفت وجود المغرب في المجموعه الثالثه مع كل من الكوت ديفوار وجمهوريه الكونغو والطوغو.